السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما عرفنا قبل كده الطيور الجارحة من ناحية قوتها وشراستها، النهاردة هنشوف الوجه التاني للعملة، الفرايس اللي بتعتمد عليها علشان تعيش وتستمر. ويمكن وانتوا بتسمعوني دلوقتي بتقولوا ايه الصوت الغريب ده؟ ده صوت قمر بومة الحظائر الجميلة اللي هتشاركنا الرحلة دي وهتكون معانا النهاردة في زيارة خاصة لصديقنا عبد الله نادي. بيت عبد الله مش بيت عادي، ده عالم مليان مفاجآت ومغامرات هتشوفوها لأول مرة معانا في الفيديو ده، فتابعوا معانا المغامرة من أولها لآخرها. وصلنا دلوقتي بيت صديقنا عبد الله، وما شاء الله ربنا يبارك له في حلاله يا جماعة. أول ما تدخل تحس كده بالخير والبركة في كل زاوية. المكان مليان حياة وأصوات طيور بتخليك تحس إنك في مزرعة كبيرة مش مجرد بيت. خلينا نبدأ مع بعض ونشوف إيه اللي قدامنا. هنا أول حاجة لفتت نظري فراخ البرهامة، النوع الكبير الضخم اللي أي حد يشوفه لازم يقف قدامه منبهر. حجمها مختلف وطلتها مميزة جدا، واللي فاهم في تربية الدواجن يعرف إنها حاجة مش عادية. وبرضه شفنا الفراخ الهندي واللي بتتميز بجمال شكلها وطريقتها المميزة في الحركة. شكلها فعلا ملفت وطبيعة تربيتها بتختلف عن باقي الأنواع، وده اللي بيخليها مميزة وسط كل الطيور اللي شفناها. ولما كملنا جولتنا لقينا الديك الرومي، واللي بصراحة له هيبة خاصة كده. حجمه وصوته لما بينادي يديك إحساس إنك في أجواء مزرعة كبيرة فعلا. منظر الديك الرومي وسط الطيور حاجة تحسسك إن المجموعة كلها متكاملة. بس المفاجأة الحقيقية كانت في حتة تانية، لما رحنا على المكان اللي عبد الله وأخوه عاملينه مخصوص للأرانب. هنا بقى لازم أقف وأرفع القبعة، لأن اللي اتعمل هناك مش شغل عادي، إبداع بمعنى الكلمة. التصميم مختلف تماما عن أي حاجة ممكن تشوفها، معمول بطريقة تحفة هندسية. ممكن تكون أول مرة حد ينفذ الشكل ده للأرانب. مكان واسع منظم، التهوية ممتازة، والنظافة باينة من أول نظرة. يعني بصراحة اللي شفته هنا يخليني أقول إن عبد الله وأخوه مش مجرد مربيين، دول ناس عندهم فكر وابتكار وبيحاولوا يطوروا من الحاجة اللي بيعملوها عشان توصل لأفضل مستوى. ولما قربنا من المكان أكتر المشهد كان مختلف تماما. الأرانب بجد كانت بتجري وبتلعب في المكان كأنهم في مضمار عربيات. شكلهم هما بيتنططوا وبيتسابقوا يخليك تحس إنك بتتفرج على سباق، بس المرة دي الأبطال أرانب مش عربيات. المساحة اللي متوفرة لهم واسعة جدا، والتقسيم معمول بطريقة ذكية يخلي الأرانب مرتاحة ومبسوطة، وده باين من حركتهم ونشاطهم. فعلا فكرة عبقرية، وممكن نقول إنها من أجمل الحاجات اللي شفناها النهاردة. واحنا مكملين في جولتنا هتشوفوا بنفسكم تفاصيل اكتر، وكل طائر او حيوان هنا له حكاية، فتابعوا معانا للنهاية عشان المفاجآت لسه ما خلصتش. وطبعا واحنا ماشيين في الجولة دي كنا موقفين ليل هنا لحد ما نخلص اللفة على المكان. وانا ماشي لاحظت انها مركزة جدا في اتجاه واحد، واقفة ثابتة وعينيها كلها تركيز. قلت لازم اشوف هي مركزة مع ايه بالظبط، ولما قربت اكتشفت ان عينيها متثبتة على الارانب. الأرانب كانت مستخبية واخدة جنب، وكان باين عليها القلق والخوف لمجرد إنها شايفة البومة. وده طبيعي جدا لأن في الطبيعة الأرانب بتعتبر البومة من أخطر المفترسات عليها. ما شاء الله اللهم بارك يا شباب، شايفين فرق الحجم بين الديك الرومي والبوم عامل إزاي؟ ما شاء الله الديك الرومي من أضخم الطيور اللي ممكن تتربى في المنزل، فما شاء الله حجم جبار وقوة رهيبة برضه. جماعة الأرنب ده كائن عشوائي فوق ما تتخيلوا. يعني شوفوا، رغم إن عبد الله حاطط لهم مشربيات يشربوا منها، إلا إن الأرنب ده مجرد ما عبد الله رش الأرض فبيشرب من المية اللي في الأرض. ولكن بقى عشان تشوفوا كمية الروقان، ما شاء الله اللهم بارك. يعني عبد الله رغم ان هو عامل الشغل العالي قوي قوي اللهم بارك ده، الا انه جايب كرسي هنا فمنعزل عن الناس وعن الدوشة والوش وكل مشاغل الحياة، وحاطط برضو اشكال من الزرع جميلة جدا كديكور في المكان. ما شاء الله اللهم بارك. اللي يعرف برضو انواع الشجر ده والزرع ده يقول لنا عليه اسمه ايه. وان شاء الله الارانب دي برضه يا شباب هناخد منها في الجبل وهنهد عليها. طبعا الموضوع ده بيزود حركتها ونشاطها علشان في الجبل تبقى سريعة جدا وتبقى حلوة في المناورات وفي الهدد وكده. جماعة ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين اللهم بارك. الديك الرومي حاجة من الطيور المنزلية الضخمة جدا.
يعني كارتفاع عن الارض اللهم بارك هو طويل جدا، كطول من الراس للديل برضو طويل جدا. طب تفتكروا بقى في مواجهة مصيرية بين الديك الرومي والعقاب، مين ممكن يكسب؟ الرومي ممكن يتفوق على العقاب في القوة، ولا العقاب هيتفوق على الرومي في القوة؟ وهنا قلت العقاب لان هنا التحدي والمواجهة مواجهة قوة مش سرعة، تمام؟ يعني ممكن الرومي ده يبقى واقف في الارض والصقر او الشاهين او اي حاجة تيجي من الجو فتضربه فيموت. لكن لو مواجهة فردية على الارض، الرومي مثلا بيحمي ولاده او البيض بتاعه والعقاب هجم عليه، ممكن العقاب يكسب ولا الرومي اللي ممكن يكسب؟ فاتمنى تقولوا لي في التعليقات رايكم ايه. وانا قاعد بصور كده في المكان على السطح هنا، فصوت الديك الرومي لفت نظري لحاجه كده. ف تعالوا نشوف هنعمل ايه. وهنا زي ما انتم شايفين كده الأرنب ساب العلف وساب الخضار وساب كل حاجة وراح ياكل في الكرتون، وده يثبت لكم ان الأرانب متخلفة عقليا. طبعا يا جماعة في ناس ممكن تخمن ايه الحاجة اللي قدامنا دي، والناس ممكن متعرفهاش. فأحب أقول لكم دي حاجة صديقي عبد الله عملها لي، وهي حاجة خشب هنحط فيها إن شاء الله الفريسة في الجبل، وهنبدأ نطلقها بحيث إن الفريسة تطلع منها، سواء كانت فريسة حية زي الأرانب مثلا، أو فريسة معمولة بالفرو ومربوطة بحبل، ونبدأ نسحبها ونخلي إعصار تهجم عليها وتبدأ تطاردها. وفي النهاية يا جماعة بعد ما أخدنا جولتنا وشوفنا كل الطيور والحيوانات دي، من فراخ البرهامة للبط للفراخ الهندي للديك الرومي ولحد الأرانب، تلاحظوا حاجة مهمة جدا، إن رغم اختلاف أشكالهم وأحجامهم وطريقة حياتهم كلهم بيتجمعوا في صفة واحدة، إنهم في النهاية يعتبروا فريسة للطيور الجارحة. وده هو سر التوازن في الطبيعة، مفترس وفريسة، وكل واحد له دور في دورة الحياة. وده بالظبط اللي هنكمل نتعرف عليه في بعض الحلقات الجاية، عشان نشوف العلاقة العجيبة بين المفترس وفريسته، ونكتشف أسرار جديدة من عالم الحيوان والطيور. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، والأهم من كل ده ما تنساش تصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.